السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات محمود وصلي. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 قوي. يا رب تبقوا بخير يا رب دايما وبصحة وسعادة يا رب وسلام. انا بصوا عايزة اقول لكم، عايزة دعمكم ليا. لان عندي مشكلة كبيرة جدا 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 في القناة، ومش هتتحل غير بدعمكم ليا. هتقولين دعمنا ليك ازاي يا سولي؟ عايزة دعمكم ليا بمشاهدة الفيديو من اوله لاخره، ولايك حلو كده منكم، وكومنت اجمل واجمل من ايديكم الحلو. بس كده، بس كده. شفتوا بقى سهلة وبسيطة ازاي؟ ربنا يصلح حالي يا رب، يصلح حالكم جميعا يا رب العالمين، ويرزقني ويرزقكم الخير كله يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين بالذرية الصالحة يا رب، ويرحم موتانا موتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، ويدعي. وعايزاك تدعوا لحماتي بالرحمة والمغفرة ان ربنا يرحمها ويجعلها من سيدات اهل الجنة يا رب، ويحسن ختمنا جميعا يا رب العالمين. بصوا بقى، ان هنا بقى هتقولي لي بتعملي الروتين ده دلوقتي كده؟ انا بعمله بالليل. عايزه اقول لكم انا مش بعمل بالنهار، انا بعمل بالليل. بالليل حد يعمل روتين كده بالليل يا سولي؟ انا مصدقت محمود دخل ينام عشان عنده شغل بدري. طبعا محمود اصلا للناس اللي متعرفش ان هو بيصحى من الفجر بينزل على شغله. ربنا يعينه ويصلح حاله يا رب، ويرزقه برزقنا ورزق ولاده يا رب العالمين، ويفتح له كل الابواب المغلقه يا رب، ويوسع رزقه يا رب العالمين، واياكم جميعا يا رب. قولوا امين. فقلت ايه بقى، فرصة هو دخل ينام بقى، قلت خلاص اتصلي انا بقى العشاء واخش اشوف اللي ورايا، لاني لما بصحى الصبح طبعا ببقى مش قادرة اقوم بقى. فاول ما بفتح عينيا بخش على المطبخ على طول عشان احضر الاكل قبل هو ما يجي، لان هو اصلا بيجي لي كمان امتى يعني؟ يدوبك اخره الساعة 2:30 3 العصر بالكتير قوي، بلاقي محمود خلاص وصل. فطبعا عبال ما بيجي لازم يكون الاكل جاهز وهدومه جاهزة وكل حاجة جاهزة، فطبعا بلحقش ان انا اعمل البيت الصبح. فقلت بقى ايه، فرصة بقى كده هو دخل ينام واخش انا بقى اشوف اللي ورايا. طبعا بقى بصوا الاستاذ حمزة بقى بالليل كده بعد انا ما بخش انام هو بيفضل سهران قدام التلفزيون. طبعا الاكل جنبه والفاكهة جنبه وكل حاجة جنبه، بس هو بقى لما بيصدق اني دخلت نمت يروح جايب هو اللي عايز يعمله ويقعد يعمل بقى، يروح خلاني بقى بالليل بعد ما دخلت نمت. راح طبعا امبارح بقى، طبعا الكلام ده بعد ما دخلت نمت، راح جايب طبق المكرونة وراح دخل اوضه الاطفال بقى. عمل ايه؟ راح جايب ازازة الكاتشب وراح دلق على المكرونة وبياكل. طبعا ازازة الكاتشب طبعا كان بيحطها لي على السراير، بهدلت لي السراير زي ما انا كنت موريكم كده في اول الفيديو. بقع لي الملايات، وزي ما انتم شايفين الملايات لونها ابيض، فطبعا الكاتشب لزق على الملاية ونشف وبقع. فقلت بقى لا خلاص، طبعا ما كنتش كنت فرشايه دوبك ما بقالهاش يومين 3. فقلت بقى خلاص بقى ايه، قبل البقعه ما تمسك فيها اكتر من كده، رحت شايلاها وقلت بقى ايه عشان اخش اغسلها. وطبعا بقى قلت ايه انضف الاوضه كده بالمره، ورحت يا دوبك شلتها ورحت ايه قلت بقى اكنس الاوضه كده. انا طبعا مرضتش اشغل المكنسه طبعا عشان زي ما محمود نايم، قلت ايه ما اعملوش دوشه، المكنسه اصلا كمان صوتها عالي قوي قوي فبصوا تصحي الميتين. قلت لا اريح نفسي، واروح جايبه عامله بالمقشه العاديه. رحت بقى يدوبك كنسل الاوضه. طبعا كان عندي الشنطه بتاعت عبد الله اللي انت شفتها السود اللي كانت على السرير دي كنت حاطاله فيها، اللهم صل على سيدنا النبي، كان بيروح تمرين كده مع ولاد عمته، تمرين كوره، فببقى حاطاله فيها الفوطه وازازه ميه وكده. فجيت حطيتها تحت المرتبة كده، لقيت مخليه المرتبة عالية قوي ومش مخليه شكل المرتبة عدل. رحت قلت لا مش تنفع، ورحت ايه حطها تحت السرير، وقلت كده كده لما بيجي يروح التمرين ابقى اطلعها مش مشكلة، مش تاخد دقيقة. دايما هي مرمية كده على المرتبة ومخليه شكل الأوضة مش لطيف. بس فقلت بقى ايه يلا انفض بقى السرير كده واكنس بالمقشة، يعني شغل على الهادي كده عشان ما اعملش برضو دوشه، عشان خاطر محمود بقى طبعا ما يصحاش. بصوا لو صحوا لاني بعمل دوشه ممكن يقول لي يلا خدي يا حبيبتي كده ابنك اللي عامل الازعاج ده، ويلا روح عند ايه عند باباك. بعد ما خلصت بقى ورحت جايبه كده ايه حته مبلوله، ورحت قلت امسح بها شبابيك السرير بقى
من التراب. طبعا اصلا الاوضه عندي كمان كانت نظيفه، طبعا ما بقاش عليها تراب كتير، لان انا على طول ايدي في الاوضه اول باول، وكمان عشان انا اصلا مش بعمل بالمقشه فما بيبقاش فيه تراب كتير. طول ما انت بتعملي بالمكنسه الشقه دايما هتبقى نظيفه، ومش هتلاقي اي تراب على اي حاجه. انا حتى بيبان تحسها زي ما تكون ما عليهاش ترابايه كده. طبعا بصوا تحيه بقى ايه لفؤاد المهندس، الله يرحمه يا رب، يرحم اموات المسلمين جميعا. بس انا ايه مجرد تلميع كده بس بحته مبلوله بتبقى الحاجه زي الفل، مفيش اي تراب ومفيش اي حاجه. طول ما انت ايدك في الحاجه مش هتلاقي تراب فيها، وزي ما قلت لكم المكنسه ما بتخليش تراب في الشقه خالص. بقى قلت انضف بالمره كده، امسح الترابيزه برضو بتاعه الاكل اللي احنا بنحطها وبناكل نتغدى عليها دي، بتاعه التحديات. الناس المتابعين عارفين ان احنا بناكل بنعمل تحدياتنا على الترابيزه دي. بس بعد ما مسحتها بقى برضو بحته مبلوله، جبت ايه جردل كده، بس انا طبعا ما جبتش الجردل هنا في الاوضه عشان خاطر ما اعملش صوت برضو واعمل دوشه. يا دوبك حطيت فيه شويه ميه شويه ديتول كده، وخليت الجردل بره جنب الاوضه كده عشان ما اعملش صوت، وبقيت ابل الشرشوبه وامسح. وزي ما انتم شايفين بصوا حتى الاسدال بتاعي بصوا مليان ميه من الجردل. طبعا انا مش عشان انضف الشقه ازعج جوزي يعني هو نايم وتروح عليه النومه بقى يقوم يقول لي ما كانتش الشقه دي ولا ما كانتش اوضه عايزه تتنضف. عايزه اقول لكم ان انا في الفيديو ده فضلت ازعق زعيق مع استاذ حمزه مخليني مش عارفه اعمل حاجه منه، وعمال يعمل دوشه جامده وبابا نايم. عايزه اقول لكم ان انا برضو بعد ما خلصت الاوضه قعدت اسجل الصوت، برضو مش عارفه اسجل الصوت منه، برضو داخل طالع داخل طالع. يا ماما النت مش شغال، يا ماما مش عارفه اتفرج على النت، يا ماما الراوتر فاصل، يا ماما مش عارفه صبي لي نسكافيه، يا ماما حطي لي اكل، يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. مش عارفه اعمل اي حاجه منه حرفيا. ربنا يهديه يا رب. الحاجه ما بتحللوش غير وانا بصور الفيديو يا اما بسجل الصوت، لازم يعمل لي اي قلق واي مصدر ازعاج على الفاضي يعني الصراحه. ربنا يهديه يا رب، ربنا يصلح حاله. اللي مهم بقى يا حبايبي بعد ما خلصت بقى ايه المسيح، سبت الاوضه تنشف شويه، مع ان هو اصلا زي ما انتم شايفين كده ده مش سيراميك يعني، فبينشف بسرعه جدا. فانا قلت بقى ايه افرش، بعد كده افرش الملايات، لان انا ما بتحملش بصراحه، رجلي بتتعبني وبقدرش ان انا اقف على البلاط كده حتى لو كان بلاط عادي مش سيراميك، فكله بيوجع الرجلين بصراحه. فقلت لا افرشها الاول، بعد كده اروح فرشه ملاياتي كده على روقان. انا بقى يا حبايبي عايزه اخد رايكم في حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا. بفكر كده يعني انزل بوست على اليوتيوب او على الخاص عندي على الفيسبوك وواتساب واي حاجه يعني، كل المواقع بتاعتي الخاصه بيا. هنزل بوست كده، واللي عنده مشكله عايزني احكيها معاه في القناه. انا كنت عامله الموضوع ده معاكم قبل كده، وكان بيجيلي مشاكل كتير وحاجات كتير وقصص وحكايات وروايات، كنت بحكيها معاكم وكنت بنزلها زي ريلز كده على الفيسبوك عندي. فبفكر كده برضو ايه واحنا كده بندردش كده مع بعض نقول المشاكل اللي هتجيلنا. طبعا ولو حد حابب يشاركنا مشكلة عنده او حكاية او قصة، بس يا بوز اللي عنده اي حاجة عايز يقولها لنا يبعتها لنا على الخاص كده يا حبيبي. بس يا بابا، بس يا كوكي، بصوا برضو وانا بسجل مش عارفة اسجل منه. فاللي عنده اي حاجة اي مشكلة اي حاجة عايز يقولها لنا يبعتها لي، وانا ان شاء الله هنزلها على القناة هنا، وناخد اراء الناس. بالراحة يا بيزو، بالراحة يا حبيبي عشان السلك. وناخد اراء الناس ونشوف إيه الصح وايه الغلط، وكل واحد يسمع رأي لمشكلته بس. وربنا يصلح حالي وحالكم يا رب، ويرزقني ويرزقكم الخير كله. وده كان فيديو بتاعي النهاردة، وهستنى دعمكم ليا، وعايزة لايك حلو كده وكومنت حلو، وبس مش عايزة منكم حاجة اكتر من كده. وادعولي بس كده ان ربنا يوفقني في القناة، والقناة بتاعتي ترجع تشتغل تاني، لان بجد حزينة وزعلانة جدا جدا، وعاملة لي بصوا مش قادرة اقول لكم القناة بسبب المشكلة اللي فيها عاملة لي اكتئاب. فبجد مخنوقة جدا ومتضايقة جدا، وعلت لي الضغط يعني ده روتين. مش قادرة اقول لكم والله ربنا اللي عالم بيا. فاتمنى ان شاء الله يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم،
ومستنيه بقى دعمكم ليا، ومستنيه ارائكم في الكومنتات، ولو عندكم اي حاجه عايزين تقولها لي في كومنت قوليها لي، واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.